اهلا بيكم في كوره تاكتكس. الاهلي في كاس العالم. النهارده هحلل اداء ماتش الاهلي وبالميراس في كاس العالم اللي اتغلبنا فيه 2-0. للاسف الماتش ده انا حزين جدا على النتيجه، لان انا كنت شايف ان احنا نقدر نكسب بالميراس، وفعلا في الشوط الاولاني قدمنا مستوى كويس، ولكن النهارده في الشوط الثاني. النهارده انا جايب بعض الحالات هنقدر نحللها مع بعض ونشوف هل الاهلي كان يستحق الفوز، ايه العيوب اللي موجوده في النادي الاهلي اللي نقدر نتفاداها عشان خاطر ماتش بورتو، وفي الاخر خالص هتكلم على ريبيرو. يلا بينا نشوف الحالات. هنتكلم دلوقتي على الضغط العالي لفريق بالميراس اللي عمله على النادي الاهلي، وازاي النادي الاهلي قدر في اول الماتش ان هو يخرج بره الضغط العالي ده ويشكل خطوره على بالميراس، وده هيفسر ليه بالميراس رجع عمل ميد بلوك او الضغط من نص الملعب. يلا بينا نشوف الحالات. هنا الحاله الاولى معانا هي كانت في اول الماتش لما فريق بالميراس كان بيضغط ضغط عالي على النادي الاهلي. شوف هنا بيضغطوا 4 على النادي الاهلي بشكل مربع مقلوب او دايموند. هنا بيحاول يحجمك، هنا بيحاول ان هو يخليك بيقفل عليك كل زوايا الباس. يعني مثلا هنا شوف قفل عليك اي باس بيخلي عطيه الله ما يقدرش يخرج بره الضغط العالي. بس هنا مساعده خط نص النادي الاهلي وده اللي ريبيرو عمله بشكل كويس، قدر ان هو يخرج بره الضغط العالي زي ما هنشوف. بص هنا شوف مروان عطيه فين وحمدي فتحي فين اللي هيلعب الكوره ناحيه اشرف داري، وهنا قدرنا ان احنا نخرج بره الضغط العالي وننقل الكوره لنص ملعبنا. هنا الحاله الثانيه دي حاله مهمه قوي. ليه بقى؟ لان اللي شاف الفيديو المره اللي فاتت لما كنت بحلل اداء بالميراس قلت دايما ان بالميراس في خط النص بيعمل ضغط اجريسيف، ضغط قوي، ما بيخليكش انت تطلع بالكوره، مش بيخليك ان انت تستلم الكوره وتبدا تلعب يمين وشمال، وده اللي حصل كتير قوي في الماتش ده. طبعا انا جايب حاله واحده بس هي اتكررت في كذا حاله. خلينا نشوف. هنا محمد بن رمضان، مروان عطيه بيلعبها محمد بن رمضان في نص الملعب كنوع من انواع اللي احنا بنخرج بره الضغط العالي. بص الضغط العالي اللي حصل على محمد بن رمضان خلى الكره تتخطف منه ويعمل فاول. ده اللي انا كنت بتكلم فيه، ان عشان خاطر تستلم الكوره اولا لازم تقرب المسافات، وده للاسف ما كانش موجود في الماتش، وهنشرح ليه في الحالات الجايه. هنا الحاله دي هتكلم على التشكيل بتاع بالميراس وهو مش مع الكوره، كان بيلعب 4-3-3 زي ما احنا شايفين، وده كان بيديله الافضليه ان هو لما بيستلم الكوره يقدر يعمل الهجمه المرتده على الجناب، لان انت كنت بتلعب 4-2-3-1. فهنا اهو 4-3-3، والنادي الاهلي عشان كده رجعوا كمان عملوا الميد بلوك في الاخر. شفنا دلوقتي حالات الضغط العالي على النادي الاهلي، تعال نشوف حاله بناء الهجمه من النادي الاهلي. يلا بينا. هنتكلم دلوقتي عن حالات بناء الهجمه للنادي الاهلي. هنشوف ازاي اختلف بناء الهجمه للنادي الاهلي من الشوط الاولاني للشوط الثاني، وازاي ان ضغط بالميراس الشوط الاولاني كان يختلف عن الشوط الثاني. يلا بينا نشوف الحالات. عندنا هنا اول حاله هنشوف هنا ازاي ان خط دفاع النادي الاهلي كان بيبني الهجمه، كان الضغط عليه مش ضغط كبير قوي، وهنشوف ازاي احنا استغلينا لاول مره واعتقد كانت اخر مره السرعه في نقل الهجمه. هنشوف دلوقتي اشرف داري لعبها لحمدي فتحي. بص على وسام كده، شوف وسام تحركه كان تحرك ممتاز، قدر ان هو يتحرك قطري عشان يهرب من المدافع، ولعبها له حمدي فتحي ممتازه، خدها وللاسف كانت المفروض تبقى ضربه جزاء. هنا الحاله الثانيه دي في الشوط الثاني، هتشوف دلوقتي ان الشوط الثاني فرق عن الشوط الاولاني. هنا برضو ضاغطين عليك من فوق من عالي يعني، وهتشوف المساحات اللي فاضيه في نص الملعب اللي خلتك انت عندك مشكله في ان انت تطلع بالكوره. شوف هنا زيزو نزل استلم هنا عشان خاطر يقدر ان هو يحرك الكوره ويطلع بالكوره من الضغط العالي. هنشوف هنا بقى المساحه اللي في نص الملعب. شوف النص الملعب فيه مساحه كبيره قوي، المفروض حد من اللعيبه ينزل هنا عشان يستلم الكوره ويطلع من الضغط العالي زي ما كنا بنعمل الشوط الاولاني في اول الشوط، ولكن للاسف الشوط الثاني احنا فقدنا المقدره دي. وهنا كان المفروض تدخل ريبيرو ان هو يكلم اللعيبه ان تبدا حد من خط النص يبقى بشكل متناول، يعني واحد ينزل والثاني يطلع وهكذا، واللي كان بيعمل الدور ده امام عاشور للاسف. طبعا هنا حطك في وضع اللي انت ممسوك من النص، شايف انت مستسلم للضغط بتاعك في النص، مضغوط من فوق. هم عندهم الشكل الخماسي اللي احنا اتكلمنا عنه كتير، بيضغطوا عليك بشكل خماسي، فانت هتضطر ان انت يا اما تلعب الكوره غلط يا اما تلعب الكوره بشكل ريسكي زي ما احنا شايفين، شكل خطر. ان هنا زيزو لعبها لمروان عطيه، او كان هيلعبها لمروان عطيه ولعبها للشناوي.
دي كانت حالات بناء الهجمه اللي عملها النادي الاهلي، وهي اتكررت كتير بالمناسبه، عشان كده انا جبت حالتين ثلاثه، ما قدرتش اجيب كل الحالات عشان وقتنا. تعالوا نشوف الضغط العالي بتاع النادي الاهلي كان عامل ازاي. هتكلم دلوقتي على حاله من حالات الضغط العالي للنادي الاهلي، هي اتكررت كتير في الشوط الاولاني، بس للاسف في الشوط الثاني افتقدناها. تعالوا معايا نشوف الحاله ونناقشها مع بعض. هنا معايا الحاله بتاعت الضغط العالي دي كانت في الشوط الاول. شوف النادي الاهلي شكل الضغط العالي بتاعه كان ازاي. كان ضغط عالي انا شايفه من وجهه نظري ان هو ممتاز. ليه؟ انت دلوقتي ضاغط من خط من البوكس بتاعهم، كل لعيب هنا مستعد ان هو يخش على لعيب، يعني لو حارس المرمى لعبها للعيب ده، عندك هنا وسام يقدر يخش ويخطفها، عندك اللعيب ده لو حارس المرمى لعب اللعيب ده، عندك هنا اعتقد كان تريزيجيه يقدر يخش يخطفها، وهكذا. فانت هنا مغطي تقريبا الملعب، انت اجبرتهم اللي انت تلعب كوره او هم يلعبوا كوره طويله لنص ملعبهم، عشان خاطر لو انت ضغطت عليهم كنت تقدر تاخد الكوره. للاسف الحاله دي ما اتكررتش كتير، للاسف ما اتكررتش كتير في الماتش، هي اتكررت في وقت معين وخصوصا الشوط الاولاني، لان واضح ان دي محتاجه حمل بدني كبير النادي الاهلي يعمله طول المباراه. ولكن احنا لو استمرينا بالشكل ده كنا نقدر ان احنا نشكل ضغط عالي عليهم كويس ونخطف منهم الكوره. طبعا هو لعب كوره طوليه لانه ما عندوش حل غير كده. اتكلمنا على حاله الضغط العالي للنادي الاهلي، تعالوا نتكلم على الفرص الضائعه للنادي الاهلي. يلا بينا. دلوقتي هنتكلم على الفرص الضائعه للنادي الاهلي، بس قبل ما نتكلم على الفرص الضائعه للنادي الاهلي، لو عجبك الفيديو يا ريت تشترك في القناه وتفعل الجرس وتعمل شير للقناه وشير للفيديو لكل اصحابك، وشكرا ليك. تعالوا بينا نشوف حالات الفرص الضائعه للنادي الاهلي. انا جايب هنا بعض الحالات اللي احنا لو قدرنا نستغلها بشكل افضل كنا قدرنا ان احنا نسجل، وقدرنا على الاقل كنا نكسب بالميراس، وخصوصا ان احنا في الشوط الاولاني كان 0-0 او على الاقل نتعادل. يلا بينا نشوف الحالات ونناقشها. هنا اول حاله معانا كانت في الشوط الاولاني، كانت رمي التماس لصالح النادي الاهلي، لعبها زيزو لمروان عطيه. شوف هنا مروان عطيه هتصرف فيها ازاي. مروان عطيه بيعمل كروس حلوه قوي حلوه قوي في منطقه الجزاء. كان عندنا هنا بقى مشكله كبيره قوي، ان ما كانش في حد بياخد الكره الثانيه او السكند بول على خط ال 18. هنا هتشوف زيزو بعيد شويه، كان المفروض زيزو يقرب شويه، وهشرح من شويه ليه كان لازم يكون في عدد كبير قوي في المنطقه دي. طبعا الكرة راحت في دربكه خدها وسام. هنا وسام للاسف كان عنده فرصه يلعبها لحمدي فتحي، لانه حمدي فتحي في وضع تسديد احسن بكتير قوي، بس هنا وسام قرر ان هو يشوطها، وطبعا هتخبط في دفاع نادي بالميراس. حاجه ثانيه برضو، هنا زيزو كان فاضي، كان لو حتى ما قدرش يلعبها لحمدي فتحي كان قدر ان هو يلعبها لزيزو اللي كان عنده زاويه التسديد، وزيزو مميز في التسديد، واحنا لازم نستغل الكلام ده في ماتش بورتو. شوف زيزو كان واقف ومستعد ازاي ان هو يشوط، بس للاسف وسام ابو علي لعبها بشكل غلط. هنا الحاله الثانيه، هنا عايز اشرح الحاله دي. هنا الحاله الثانيه، انت لما بتيجي تتحرك بالكوره بشكل سريع انت بتدي فرصه للفريق الثاني ان هو ما يقدرش يقف صح، وفي نفس الوقت بتدي فرصه لمهاجمينك ان هم يلاقوا المساحات ان هم يلعبوا فيها. تعال نشوف دلوقتي ازاي احنا قدرنا نخرج بالكوره بسرعه في الشوط الثاني لما لعبنا 3 ورا وهم لعبوا 5 قدام. شوف قدرنا ازاي نشكل خطوره. يلا بينا نشوف الحاله. هنا الشناوي بيلعبها لاحمد رمضان بن رمضان واقف ازاي ومعاه قفشه، هيلعبها لقفشه. شوف هنا قفشه هيعمل ايه. هنا قفشه لعبها طوليه على الجنب لزيزو اللي استلمها بشكل كويس قوي. تعال نشوفها. زيزو استلم الكوره، كان عنده فرصه ان هو يلعبها لجرادي شار من مره واحده، بس زيزو حب يلعب المضمون فخدها ومشي لقدام. لما جات له فرصه ان هو يقدر يلعبها، بص لعبها بشكل حلو قوي لجرادي شار. شوف هنا بن شرقي واقف فين، ده اللي كنا مفتقدينه الشوط الاولاني. بن شرقي واقف هنا بياخد الكره الثانيه، وفعلا قدر ان هو ياخدها، بس للاسف الزاويه اتقفلت عليه فاضطر ان هو يخرج بره المنطقه. بص ضغط بن شرقي ضغط، خد الكره في الاخر. هنا بقى بن شرقي لما خد الكره وطلع بيها لبره ما نهاش الهجمه، فكر ازاي يعيد ترتيب الهجمه تاني. شوف هنا لما بن رمضان قرب منه، وشوف هنا قفشه اول الكره ما جت لقفشه سدد، بس للاسف كانت ضعيفه، كانت فرصه حلوه قوي ان هو يسدد وان هو يحرز هدف. تعال نشوف الحاله اللي بعدها.
بص هنا جراديشار راح فين؟ جراديشار وزيزو، زيزو لما اتنقل للطرف قدر ان هو يشكل خطوره، وجراديشار عنده ميزه ان هو بينزل الطرف يستلم ويلعبها في المنطقه عشان خاطر لو اي حد جاي من ورا يقدر ان هو يسجل، وده فعلا اللي حصل. شوف كده جراديشار هيعمل ايه؟ بيلعبها لقفشه، زيزو هياخدها تاني جراديشار على طول من مره واحده بوش رجله جوه منطقه الجزاء. كانت فرصه بصراحه خطيره، هنا كان حمدي فتحي كان مكمل كان يقدر ان هو يسجلها. عشان كده قلت ان احنا لما بنيجي نلعب على الاطراف، لما نيجي نلعب كره سريعه بنقدر نشكل خطوره على المنافس بتاعنا او على الخصم. تعالوا معانا نشوف بعد كده حالات نادي بالميراس والفرص الضائعه لنادي بالميراس، يلا بينا. هنتكلم دلوقتي على الفرص الضائعه لفريق نادي بالميراس وازاي تغيير التشكيل او الخطه بتاعتنا عمل علينا خطوره. يلا بينا. هنا اول حاله معانا هي الكره الثابته اللي جت علينا في الشوط الاولاني. هنشوف ازاي الدفاع كان متمركز غلط خالص في الكره الثابته وكانت ممكن تسجل علينا خطوره، وازاي الدفاع كان يقدر يقف. شوف هنا في المساحه الكبيره دي، هم طبعا بالميراس بيحطوا الكوره على ناحيه القائم البعيد عشان يقدروا ان هم يلعبوها بالعرض ويجي حد من ورا مكمل. شوف هنا تمركز اللعيبه، 2 من النادي الاهلي اعتقد ده اشرف داري وبن رمضان واقفين غلط خالص. هنا في 3 على 2، موقف 3 على 2 ده يديك انت الافضليه، لكن للاسف هنا الكوره هنا هنشوف في الاخر الكوره راحت لفريق بالميراس وقدر ان هو يلعبها. كمان في حاجه مهمه قوي، لما يكون عندك اوفرلود هنا او زحمه في منطقه الجزاء، لازم واحد هنا يكون طالع عشان ياخد الكره الثانيه او يمنع الكره الثانيه ان هي تروح لاي حد من فريق بالميراس ان هو يقدر ياخدها ويسجل او ياخدها ويعمل خطوره عليه. ولكن للاسف ده ما حصلش. تريزيجيه كان واقف جوه، وبرده عندك هنا تريزيجيه مش ماسك حد، او ممكن يكون هنا مروان عطيه يضم، بس مروان عطيه وراه واحد فهو كان واقف صح. فالكره دي المفروض ما تتكررش كتير خالص من النادي الاهلي. الكره الثانيه بقى نتكلم عنها، انا جايبها لانها كره سهله، كوره انت بعت نفسك. 2 لعيبه من النادي الاهلي باعوا نفسهم في حين ان هم كانوا يقدروا يقفوا ويشكلوا ضغط او يشكلوا ازعاج للعيبه نادي بالميراس. بس للاسف عندنا اول كوره مثلا تريزيجيه باع نفسه، تريزيجيه رايح بدل ما يتزحلق كان يقف ويكمل، بس هو خد الموقف السهل. تاني هنا عطيه الله، يحيى عطيه الله، الكوره هنا انت كنت ممكن تبص على استفاو وتكمل معاه وتضايقه، بس انت رحت بايع نفسك. فانت كده 2 لعيبه طلعوا بره اللعبه، وخصوصا يحيى عطيه الله لانه في الدفاع. طبعا استفاو خدها وعمل هجمه مرتده علينا. طبعا هنا هنشوف هنا استفاو طبعا لعيب حريف جدا، لعيب كبير جدا رغم انه عنده 18 سنه، كان قدر هنا يسجل هدف، كان يقدر يسجل هدف بس الحمد لله طلعت بره. هنا الكره الثانيه هنتكلم على لما الاهلي غير التشكيل بتاعه ل3 ورا. كان في ناس بتقول الاهلي لازم يلعب 3-4-3 او 5-3-2. عشان تلعب 3-4-3 انت لازم يكون عندك خط نص سريع خصوصا الجناب، عشان لما تكون تفقد الكره ترجع، لما تكون في وضع فقد الكره اوت اوف بوزيشن ترجع لورا، تقدر ان انت تضم مع ال3 اللي ورا. لكن للاسف الاهلي مش بيتعود على ده. تعال نشوف الحاله دي ودي بتشرح وجهه نظري. شوف هنا فريق بالميراس عمل كوره 1-2، قدر ان هو يطلع من الضغط اللي كان عامله النادي الاهلي في نص الملعب، فهو ضرب نص الملعب، بقى عندك الدفاع مكشوف. شوف هيحصل ايه هنا، موقف 3-4، شوف اللعيب ده فاضي تماما، المفروض محمد هاني كان يرجع يغطي هنا، بس محمد هاني ما رجعش مش عارف ليه. وهنا بيكم بيحاول يوقعه في الاوفسايد. هنا استفاو برده عدى، شوف هنا اللي هيحصل، لعيب فاضي تاني تماما اتلعبت الكوره وقدر ان هو يشكل خطوره. طبعا الحمد لله ان الكوره طلعت بره لان دي كانت هدف مؤكد. طبعا الحاله اللي بعدها هنا احنا برضو بنلعب 3، الكوره لما اتخطفت من زيزو في نص الملعب لانه كله طالع لقدام مفيش حد مقرب منه، وهتشوف هنا زيزو عمل حاجه هوريها لكم نركز عليها. هنا عمل موقف خطر على النادي الاهلي. تعالوا نشوف الحاله. شوف زيزو اتضغط عليه، وعلى فكره ده اللي بيعمله فريق بالميراس، وده اللي انا قلت عليه في الفيديو اللي فات، ان فريق بالميراس في نص الملعب مش هيخليك تلعب كوره، مش هيخليك تستلم كوره. شوف لما خد الكوره حصل ايه، وبص على زيزو، بص زيزو بيزعل اللعيبه بتاعتنا، انتوا طالعين قدام ليه حد ينزل يستلم؟ ودي كانت مشكلتنا في الشوط الثاني لحد اخر الشوط الثاني لما بدانا نقرب من بعض ونعمل هجمات خطر. زيزو راجع هم لعيب، انت هنا بص لعب كره واحده خلاهم انفراد. بص هشوف دلوقتي انا هو حاطط الشكل ده عشان ابين ان احنا كنا بنلعب 3-4-3
3 اعتقد في واحد ناقص هنا كان تقريبا الشحات، فانت بتلعب 3 4 3. في خطه 3 4 3 انت لو هم عدوا من خط نصك النص بتاعك وعملوا عليك زياده عدديه تبقى في موقف 3 على 3، واحيانا بتبقى في موقف 3 منك على 4 منك. فلازم يكون عندك سرعات، لازم الجناب تنزل تغطي معاك، بس ده ما حصلش. كان عندك رمضان وزيزو وياسر، هاني طبعا طاير، مروان، جراديشار وقفشه وحمدي، والناحيه الثانيه بن شرقي اللي كان بعيد تماما. الكره لما اتلعبت طوليه بص عمل انفراد بقى 3 على 1، بس هنا في موقف 1 على 1. وعلى فكره في الهدف اللي جه فينا كان المفروض محمد هاني يعمل كده، محمد هاني كان المفروض يبقى مع اللعيب، وده هنشرحه في الحلقه الجايه. محمد هاني المفروض كان يبقى لعيب 1 لواحد، فالمفروض كان يقدر يضايقه يدبدب جنبه مش يتزحلق. عموما خلينا نكمل اللعب. هنا بقى موقف 3 على 3، ده اللي انا بقوله. دايما لما هتلعب 3 ورا لازم الجناب تنزل تساعد، لازم خط النص ينزل يساعد، ما ينفعش تسيب الدفاع بتاعك بالشكل ده. دي حالات الفرص الضايعه بتاعت نادي بالميراس، وانا حبيت اشرح ازاي طريقه 3 4 3 مش مناسبه للنادي الاهلي، ولو عايش عشان تخليها مناسبه للنادي الاهلي لازم تعمل شغل كبير قوي في خط النص. في حاله عايز اتكلم فيها عن محمد هاني، تعال نشوفها في الفيديو اللي جاي. هنا محمد هاني المفروض ان هو في وضع مريح، لعيب جايله الكوره، اللاعب التاني في ظهره، الكوره سريعه، المفروض يا اما تاخدها وتقدر انت تلعبها لزمايلك او تطلعها بره، او تعمل تاكلينج او زحلقه وتطلعها بره خالص. شوف هو عمل ايه، هو معلوش ضغط على فكره، يعني هو هنا معلوش ضغط، شوف اتزحلق وحتى ما لعبهاش، ده خدها ولا لعبها بره، فراحت للعيب نادي بالميراس الى شكل خطوره علينا بعد كده. دي كانت الحاله اللي عايز اوضحها لحاله محمد هاني. هتكلم دلوقتي على حاله ازاي النادي الاهلي استغل ضعف الجبهه اليمين بتاعه نادي بالميراس، بس ما قدرهاش يستغلها بالشكل الامثل. يلا بينا. هتكلم دلوقتي على نقطه ضعف فريق بالميراس اللي اتكلمت عنها في تحليلي في الفيديو اللي فات، بس للاسف ما استغليناهاش. هوريكم هنا حاله ازاي لو احنا استغلينا نقطه ضعف فريق بالميراس كنا قدرنا نسجل فيه. يلا بينا. هنا احنا معانا الكوره كانت دي في الشوط الاولاني هجمه على فريق بالميراس، يحيى الله بداها وهيديها لتريزيجيه، لعبها لبين رمضان، وهنا تريزيجيه بص تريزيجيه اتحرك ازاي ورا الظهير بتاعهم، وهي دي نقطه ضعفهم ان انت تتحرك ورا الظهير الايمن بتاعهم. بين رمضان لعب كره عظيمه، بين رمضان يا جماعه لعيب كبير جدا ولسه هيطلع منه حاجات كتيره قوي. شوف الكره بعد كده بص هنا بقى الموقف ده المساحه الكبيره دي كلها وتريزيجيه هنا لوحده، المفروض كان يحصل ايه؟ المفروض كان بين رمضان يكمل ويحيى عطيه الله يكمل عشان يدي فرصه لتريزيجيه ان هو يلعبها لهم، يا اما لو لعبها هنا هتبقى كوره سهله يا شوت يا باس، او هيلعبها ليحيى عطيه الله اللي يقدر يعملها كروس عرضيه او يقدر يلعبها في منطقه الجزاء، بس ده ما حصلش. تعال نشوف هيحصل ايه. تحرك يحيى الله كان تحرك ممتاز جدا، ان هو قطم لجوه، بس ستيل محمد بن رمضان كان لازم يكمل برضه لجوه عشان يدي زياده عدديه في منطقه الجزاء، وده احنا كنا ناقصين في الشوط الاولاني الزياده العدديه دي. الحاله اللي جايه هي حاله الهدف الثاني اللي جه فينا، انا مش هتكلم عن الهدف الاولاني لانه طبعا في غلطه شخصيه او غلطه من وسام ابو علي بتحصل، ولكن الهدف الثاني انا شايف ان كان ممكن ما يخشش فينا. تعالوا نشوفه ونتكلم فيه حبه بسيطه. يلا بينا. هنتكلم دلوقتي عن الهدف الثاني لفريق بالميراس من زاويه مختلفه عشان نشوف ازاي ان احنا كنا نقدر ندافع كويس. تعالوا نشوف اللعبه هنا شرحها بسيط جدا. الكوره كانت فاول للنادي الاهلي كله كان طالع لقدام، انت يا اما زيزو كان يشوطها او يحيى عطيه الله كان يشوطها، بس للاسف اتلعبت كوره بالونيه هوائيه فاتقطعت. هم اول ما اتقطعت لعبوا 1 2. بص الكره اول ما جت هنا شوف مروان عطيه واقف فاتح رجله وهي اتلعبت ما بين رجله على فكره، يعني احنا لو هنتكلم على غلط فالغلط برضو على مروان عطيه اللي هو واقف هنا بيحلق مش ضاغط. عموما اتلعبت للوبيز تقريبا. بص محمد هاني قريب، محمد هاني كان يقدر ان هو يعمل سبرنت هنا اللعيب لوبيز تقريبا قطم لجوه عشان خاطر يحط محمد هاني في ظهره، يا اما هيكعبله فياخد طرد او ان هو ياكله.
محمد هاني كان عنده اوبشن حلو قوي هنا، كان قدر ان هو بشكل بدني ان هو يعافر مع المهاجم، ياخد من نظره، ياخد من تركيزه. انما محمد هاني للاسف باع نفسه بدري قوي، وانا اعتقد ان محمد هاني كان تعب، فعشان كده رمى نفسه على الارض. فما عنديش اي تفسير غير كده. طبعا اللعيب خد الكرة وكمل بيها وقدر ان هو يسجل الهدف الثاني لفريقه. بعد ما شفنا التحليل الاداء وشفنا حاله الماتش، انا وجهه نظري ان ريبيرو اخطا في الماتش ده. ريبيرو كان المفروض يعمل افضل مما كان، ده اللي واضح قدامنا. انا ما اعرفش ايه الاسرار اللي حصلت، ما اعرفش ايه الكالوس او الخلفيات اللي حصلت في الملعب، بس انا شايف ان محمد هاني كان ممكن يتغير ويلعب بداله احمد رمضان. يمكن تغيير الداري هي اللي منعت ده، عشان خاطر احمد رمضان نزل لعب مكان داري ولعب 3 ورا. ولكن ريبيرو اخطا في المباراه دي خصوصا الشوط الثاني. بس انا عايز اتكلم واقول، هل ريبيرو مدرب فاشل؟ لا. طب هل ريبيرو مدرب عبقري؟ لا. بمعنى انا ما اقدرش احدد دلوقتي مستوى المدير الفني، مستوى ويمكن قلتها كتير، مستوى المدير الفني دلوقتي مش باين. هو لا اختار اللعيبه ولا عاشر اللعيبه ولا لعب مع اللعيبه ماتشات كتير ولا حتى قعد معاهم في حصص تدريبيه كتير، فانا ما اقدرش احكم عليه. ماتشات كاس العالم بالنسبه لي هي ملحوظات بكتبها عشان اشوف بعد كده اداؤه بعد كاس العالم وبعد معسكر الاعداد اللي هيعمله، هيعمل ايه مع الفريق، اختياراته هتكون ايه، التشكيله بتاعته بعد كده هتكون ايه، اللعيبه اللي هيختارها واللي هيمشيها هتكون ايه. كل ده بيتحط في الحسبان. وانا عايز اقول حاجه مهمه قوي يا جماعه، الكوتشنج ياخد وقت عقبال ما يتعلم او يتعود على الفريق، واللعيبه عقبال ما تتعود عليه، والجهاز المعاون المصري عقبال ما يتعودوا على بعض، ده بياخد وقت. خلينا نبقى متفائلين واستنوني ان شاء الله في ماتش تحليل فريق بورتو، وهنشوف هنقدر نكسب بورتو ولا. انا متفائل ان شاء الله ان احنا نقدر نعمل نتيجه كويسه قدام بورتو. شكرا لكم واشوفكم ان شاء الله الحلقه الجايه. مع السلامه.